هلو مرحبا بكم أصدقائي، وجيت لكم فيديو جديد. فكرة المقطع أصدقائي هي أن كيفية ظهور سكنات في الباتل رويال، لأنه أغلب الناس تعاني من هذا المشكل. راح نمحي أي محاكي عندنا من الأماساي سان. مثل ما تشوفوا أصدقائي محينا أي نسخة عندنا من أماساي سان. راح نخليكم رابط هذه النسخة في تعليق مثبت. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي راح نحاول إن نثبتها عندنا. راح يفتح المحاكي عندنا هسه وراح نعدل الإعدادات. فهذه الخطوة يا أصدقائي أو هذه النقطة من الفيديو أصدقائي سووا لنا لايك واشتراك. أصدقائي راح نروح راح نعمل فريش انستانس. راح نختار هذه يا أصدقائي، راح نختار نوغا 64 بت. أصدقائي هذه النسخة راح تمشي على الأجهزة اللي عندها 8 جيجا رام فما فوق. يعني إذا كان عندك 8 جيجا رام فما فوق راح تمشي عندك بسهولة. إذا كان عندك تحت 8 جيجا رام يا أصدقائي تقريبا راح تعلق عندك. أوكي يا أصدقائي راح نعمل نكت هيك. راح نختار هون. أنا عندي 4 كور. يعني إذا كنت حاب إنك تشوف الكورات عندك راح تعمل هيك. راح تروح المدير المهام يا أصدقائي. يا خر عليك جدا. راح نعمل هيك يا أصدقائي. راح نروح الأداء. نروح على وحدة المعالجة المركزي. راح نشوف هون مراكز المعالجة 4 والمعالجة المنطقية 4. نشوف كيف. راح نشوف الكورات عندي 4. إذا كنت يا صديقي تفتح المتصفح أثناء تشغيلك المحاكي بنصحك إنك تقلل كور واحد عن الكورات اللي عندك. إذا كنت ما تفتح المتصفح أو شيء معاه خليك على أقصى حد من الكرات تبعك. أنا راح أختار 3 لأنه بشغل المتصفح. هون راح أختار 4 جيجا رام. يعني راح أعمل 4096. نشوف كيف. إذا كان عندي 8 اختار 4. إذا كان عندي 12 اختار 6. أنا عندي 12 راح اختار 4 تقريبا سلسة. راح نختار في الريزوليوشن تبع الشاشة راح اختار 600. آخر شيء راح يعطينا أداء جيد. راح نروح لهون راح نختار هاي بريفورمانس. مثل ما تشوفوا أصدقائي راح نختار 160 dpi عشان راح نعمل داونلود. نستناه يتحمل يا أصدقائي ونرجع لكم. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي في هذه اللحظات راح تحمل عندنا النسخة نوغا 64 بت يا أصدقائي. راح ننتظر لحد ما تتجهز على سطح المكتب. ما تشوفوا يا أصدقائي راح تتجهز زي ما تشوفوا يا أصدقائي. إذا ما ظهرت عندكم هون في سطح المكتب راح نسوي هيك هذه الحركة. نحن نعمل هيك. أوكي مثل ما شفتوا يا أصدقائي سوينا هذه الحركة. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي فتح معنا المحاكي. راح ندخل على الإعدادات. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي راح نروح على الأبس يعني التطبيقات. نحذف أو راح نعمل على ديزيبل على كل شيء ما نسحبه. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي هي شيكنا على الأشياء اللي ما نحتاجها يا أصدقائي. أنا بنصحكم إنكم تحملوا فري فاير جوجل بلاي لأنه كل نسخ فري فاير عليها تقريبا بان. وأنا شفت أحسن نسخة لهذا المحاكي هي نسخة جوجل بلاي أو بلاي ستور. راح ندخل الإيميل تبعنا ونرجع. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي دخلنا الإيميل تبعنا. راح نحمل فري فاير. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي راح نخلي فري فاير تتحمل عندنا. نرجع لكم يا أصدقائي. مثل ما تشوفوا يا أصدقائي حملنا لعبة فري فاير يعني من جوجل بلاي. والحين راح ندخل جيم. لا ولا كثير بدون كارت جرافيك يا أصدقائي. هي ال FPS عندنا بين 30 لحد 5. نسخة خفيفة. هيك يا أصدقائي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو يا أصدقائي. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة عشان ما بقى شيء على 2000 مشترك. أقول لكم إلى اللقاء everybody. سلام.
Wow.